هنجهز مع بعض النهارده فطار يوم اللمه، يوم وقفه العيد. شايفين ما شاء الله. هنعمل مع بعض الجلاش، وهنعمل مع بعض اللحمه المسلوقه، وهنحولها اللحمه المشويه، وهنعمل كفته الحاتي، وهنعمل الفراخ المشويه. لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس، ولا نبدا نشوف الناس. قبل ما نبدا نسيب الفيديو نصلي على الحب نشوف انا رسول الله محمد. واول حاجه معايا الفرخه اللي هشويها. جبت فرخه ما زيتش وزنها عن كيلو 200 جرام عشان تستوي معايا مظبوط، وقطعتها كده نصين. بسم الله الرحمن الرحيم. واجي من عند الجناح من هنا، والجناح من هنا، اهم حاجه اكسر العظم بالشكل ده كده عشان تستوي معايا مظبوط. وهحتاج للتتبيله بصلايه احطها في الكبه، او ممكن صينيه، وقرن فلفل اخضر، وافرمها لحد ما تنعم معايا خالص. بعد ما فرمتهم ناعم هنزل بيهم في بوله، وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من الزيت، معلقه صغيره من الخل، وفصين كبار كده من واضيف البهارات معايا من كل حاجه، معلقه صغيره فلفل اسود وزعتر وبابريكا، ودي بهارات شوي. تيجي من عند العطار تقولوا له بهارات شوي. واضيف كده علبه من الزبادي او اللبن، بيخلي معاكي الفراخ طريه وما تنشفش. وهنضيف طبعا الملح. كده بقى جاهز معايا احلى تتبيله. وهنزل كده بالتتبيله على الفراخ، ادخل كده التتبيله في الفراخ كويس، وكده خلاص بقت جاهزه. تسيبها في التتبيله دي اقل حاجه 3 ساعات، او ممكن ليله كامله طبعا افضل. جاهز كفته الحاتي. معايا كيلو من اللحمه الحمراء، حطيت عليه ربع كيلو من الدهون. كفته الحاتي بتحتاج دهون من 25 ل 30% على كيلو اللحمه. هضيف عليها بصلايه كبيره مبشوره مصفيه ما يقطع عليها عود من البقدونس، واضيف عليها معلقه صغيره من الفلفل الاسود وبهارات الكفته ورشه من جوز الطيب، واضيف الملح. وممكن تفضيها في صينيه كده زي ما انا هفضي، او ممكن في الكبه وتفرميها مرتين 3. اهم حاجه ان هي عجنه كده مظبوطه للكفته لحد ما تطلع معاكي الكفته بالشكل ده كده. الصراحه انا ايدي وجعتني فحطيتها وش في الكبه، واضيف لها نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وممكن تضيفها من الاول بس انا كنت نسيت. البيكنج باودر ما بيخليش معاكي الكفته مكتوب. كده خلاص بقت جاهزه. هفضيها في بوله. ودلوقتي بجهز على الصاج الجلاش. حطيت اللحمه المفرومه لحد ما غيرت لونها كده. هضيف عليها البصل فرمه ناعم، وهضيف عليه كده قرنين من الفلفل الالوان. هنستغنى عن الفلفل الالوان طبعا. وهضيف الملح وفلفل اسود وبهارات لحمه، او ممكن 7 بهارات. تقليبه كده واسيب العصاج لحد ما يستوي كده يبقى جاهز معايا. ودلوقتي معايا الجلاش. حطيت كده ورقتين. هنا سمنه، همسح كده مسحه من السمنه على طبقه الجلاش الاولاني، واحط الثانيه بالشكل ده، وده مسحه كده خفيفه. احط كده حشوه العصاج اللي احنا عاملينها مع بعض. وممكن تعمليها 3 وحدات من الجلاش، 2 أو 3 اللي انت حباه، وكميه الحشوه في الجلاش المناسبه ليكي. وممكن كمان تحط مع الحشوه جبنه موتزاريلا. وكده احطها في صينيه ممسوحه معايا مسحه من السمنه. دلوقتي معايا صينيه الجلاش بعد ما خلصتها وقطعتها. معايا هنا كوبايه من اللبن، معايا بيضه، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، وحوالي كده نص كوبايه من السمنه. ممكن تقللي السمنه من ربع كوبايه على حسب ما انت حابه الجلاش. كده خلاص خليط التسقيه بقى جاهز معايا. هسقيه والجلاش انت لو عاوزاه طري او عاوزاه ناشف بتظبطي كميه الجلاش بعد ما حطيت خليط التسقيه، واحطه في الفرن لحد ما يستوي نقدمه مع بعض. معايا هنا حله على النار، حطيت فيها معلقتين من الزيت ومعلقه من السمنه. انزل بالبصلايه فرمها كده فرم ناعم. دلوقتي هحضر الرز وهسيبها على النار كده لحد ما تدبل. البصله معايا دبلت كده. هنزل بالبهارات الحصى، عود من القرفه، ورق لوري، حبهان، عودين من القرنفل، لون. شوحهم كده مع البصله. بعد ما تشوحوا معايا انزل بالبهارات الناعمه، معلقه من الكركم ومعلقه من الكاري ومعلقه من بهارات الكبسه. واضيف مكعب مرقه لو انت حابه ممكن تستغنى عنه. هنزل بطماطميه كبيره مبشوره، واسيب الطماطميه كده لحد ما تستوي. ممكن تستغنى عن الطماطمات. وبعد ما الطماطميه تستوي هنزل ب3 كوبايات من الرز البسمتي مغسول ومصفي. واضيف الميه. وطبعا الميه اللي معايا مغليه، انا معايا 3 كوبايات من الرز، هضيف لهم 4 كوبايات ونص من الميه. واضيف طبعا الملح، واضيف على الوش كده جزرايه مبشوره، واغطي عليه واسيبه يتشرب. بعد ما يتشرب اهدي خالص واسيبه يكمل سوا. ومعايا هنا لحمه انا سلقاها سلقه عادي خالص، لان القطعيه اللي كانت عندي مش للشوي، فهنحولها من لحمه مسلوقه للحمه مشويه ان شاء الله. معايا هنا طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين من السمنه. انزل معايا كده باللحمه الاول في السمنه، واديها تقليبه كده على الجهه الثانيه. في الكبه احط طماطميه كبيره، بصلايه، قرن فلفل اخضر واحمر، وفص واحد كده من الثوم، وافرمهم لحد ما ينعموا معايا خالص. وبعد ما اتفرموا اعدهم كده على مصفى اصفيهم. هعصر الخضار اللي معايا ده كده، انا مش عاوزه بس الا ميته. دلوقتي معايا ميه الخضار، اضيف لها معلقه صغيره من بهارات المشاوي وفلفل اسود ورشه من بهارات اللحم، الملح. كده جاهزه معايا. وبعد ما شوحتها في السمنه هنزل بكبشه كده في الخضار اللي احنا متبلينه مع بعض. وده الخضار هنزل بكبشه كده.
وبعد ما اول كبسه اتشربت كده انزل بتاني كبسه. وكده بعد ما خلصت ميه الخضار اللي كانت معايا، بقى معايا احلى حته لحمه مشويه من غير ولا دخانه ولا بهدله. كده خلاص بقت جاهزه معايا. ودلوقتي خلاص خلصت انا شويه الكفته وشويه الفراخ. معايا الرز، وهنحط على الرز الكفته، ومعايا اللحمه، ومعايا الجلاش. شايفين ما شاء الله جمال الجلاش. هنا كده خلاص بعد ما خلصت هحط على وشها كده شويه من المكسرات. ممكن تعملي مع ملوخيه او شوربه لسان عصفور. انا عامله معاها شوربه لسان عصفور. ودي كده شكل وصفتنا النهارده. شايفين ما شاء الله صينيه لمه العيله للفطار يوم الوقت. لو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.